حلوة مع محمد النجار. واحدة ست عندها 100 سنة ونفسها تصغر، فراحت للدكتور قالت له يا دكتور يا دكتور أنا عايزة أصغر شوية يا دكتور. قال لها والله ما هتصغر إلا السنة دي ولا السنة الجاية يا ولية يا خرفانة، أنت عندك 100 سنة ما كفاية عليك كده. يا دكتور أنت بتكلمني كده ليه؟ حرام عليك يا دكتور، أنا مش من حق أصغر يا دكتور. في إيه يا دكتور؟ قال لها حلك الوحيد مش عندي، عند المصباح علاء الدين ولا الفانوس السحري، روح دوري عليه. الولية ما كدبتش خبر، وقت تدور راحت تلاقيته في مكتبة. قال لها ده الفانوس السحري اللي هو هيصغرك. فراحت ماسكه الفانوس وقعدت تدعك لحد ما واحد طلع لها وقال لها عبدك وبين ايديك ايش تطلبي؟ قالت له عايزه اصغر. قال لها طلبك مش عندي. يا عم انت بتلبي الطلبات كلها عشان خاطري. قال لها خلاص ليكي 4 مرات ونشوف هتصغري قد ايه، بس انا مش مسؤول، مش هرجعك تاني. قالت له خلاص. اول مره راح مصغرها 80 سنه. قالت له لا يا دكتور انا عايزه كمان 60. قالت له لا يا دكتور انا عايزه اصغر كمان، بقت صبيه 40 20 بقت 5 سنين. عارفين حصل لها ايه؟ جالها الحصبه وماتت. واحد من الناس الطيبة راح للدكتور وقال له يا دكتور. قال له نعم. قال له انا تعبان ومفاصلي بتوجعني وركبي مخلخلة وتعبان جامد يا دكتور. قال له انا هديك علاج هتمشي عليه هتبقى كيف الحصان. قال له انت متأكد انها بقى كيف الحصان؟ قال له ايوه هتبقى كيف الحصان. خد الراجل العلاج من الدكتور وفضل ماشي 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 ويعمل ويمشي. وفجأة ما بيبص تلاقيت نفسه فين يا ولاد؟ على حدود السعودية. اتصل بالدكتور وقال له يا دكتور. قال له نعم. ايوه انا الوقت على حدود السعودية. اعمل ايه؟ يلا اخرب بيتك. بصوا انا هحكي لكم حكايه حلوه قوي. واحد بخيل وعايز يبين الناس ان هو كريم قوي، كريم يعني تمام وناصح يعني في نفس الوقت، ان هو ايه يعني راجل ناصح. فقال لهم ايه انا عازمكم بكره ان شاء الله على شاورما سندوتشات. قالوا يا يعني هتعزمنا كلنا على شاورما؟ قال له امال ايه، ده انا مرتي بتعمل سندوتشات شاورما ما يعملهاش اجدع معلم فيك يا مصر. فالناس راحوا رايحين ملبيين الدعوه وراحوا. فالراجل دخل على مراته تلاقى الناس كتير قوي. قال لها انا قايل 4 5 وايه اللي جاب المتخلفين دول كلهم؟ الله يخرب بيتك. فقال لمراته ايه مشيها سندوتشات جبنه. قالت له يا راجل ما انت عازم، ما انت قايل لهم شاورما. قال لها مالكيش دعوه اوليه، في ايه؟ انا بقول لك اعملي اللي بقول لك عليه، في ايه امال؟ الله. فراحت عامله سندوتشات جبنه كتير وصواني عماله تنزل وصواني تنزل وهي ايه طبعا السندوتشات جبنه. قال لهم ايه اتفضلوا يا جماعه كلهم ايه الشاورما اهي، بس اللي هيطلع فيه سندوتش اللي بياكل ده وهيطلع فيه سندوتش جبنه هو ان شاء الله العزومه هتبقى عنده بكره كلنا بمراتي بعيالي بكلكم كمان ايه هتتعزموا عنده. كلهم قعدوا ياكلوا وكل واحد حاطط الدزمه ببقه وساكت، كله ياكل واحد حاطط الدزمه ببقه وساكت. فواحد تلاقى شويه حاجه نازله من بقه، فالراجل بيبقى ناصح قوي يعني عايز يتعزم بكره. فقال له عمال يهطل من بقك ده. قال له كاتشب مايونيز. قال يعني بيضحك عليهم. واحد من الناس الاغبياء وغبي يعني، فمعاه رقم فبيتصل بالرقم ده. ايوه جميل، ايوه عسل، ايوه سكر. قالت له هو انت غبي؟ انت غبي ولا ايه؟ قال لها عرفت منين؟ يخرب بيت اظهار الرقم الطالب ده. انتوا عارفين ليله الفرح بتبقى ليله حلوه، ليله بيضه، ليله زي الفل. العروسه بتلبس ابيض والعريس بيلبس اسود. فطبعا
العروسة بتلبس أبيض، فالبنت بتسأل أمها يا ماما يا ماما، أمال أنا العروسة بتلبس فستان أبيض ليه؟ قالت لها عشان بتبقى ليلة بيضة وتبقى ليلة فل وزي القشطة. قالت لها خلاص أنا كده عرفت العريس بيلبس أسود ليه، تبقى ليلة سودة على أمه على أمه. طبعا النكت الحلوة دي عشانكوا انتوا ناس عسل، عشانكوا انتوا يعني نفسنا نقدم لكم قناة للفن عنوان كل ما هو جديد وجديد وجديد. انتظرونا في نكت وقفشات وضحكات أكثر وأكثر وأكثر على قناة للفن عنوان. انتظروني محمد النجار، رانيا حمدي، القادم أفضل.